مرحبا بكم في قناة تجاربي. اليوم سنحضر معا شوربة اللبن التركية اللذيذة والمثالية مع الكثير من الوجبات الرئيسية. تعرف المائدة التركية بوجود الشوربة فيها كطبق أساسي فاتح للشهية، وتتميز شوربة اللبن أو الزبادي التركية بالقوام الخفيف والطعم المميز للزبادي مع النعناع المجفف. طريقة التحضير والمكونات جدا بسيطة، كل ما نحتاج إليه هو 3 أكواب ونصف ماء، كيلو لبن زبادي، ملعقتان زبدة، 4 ملاعق شعرية، بيضة واحدة، ملح حسب الرغبة، 3 ملاعق نعناع مجفف، وملعقة دقيق أبيض. وقبل أن نبدأ في إعداد شوربة اللبن التركية، من فضلكم ادعموا القناة بالخطوات التالية. ادعمونا بالاشتراك في قناة تجاربي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، ثم الضغط على زر الجرس حتى تصلكم بالتنبيهات فور نزول فيديوهاتنا الجديدة، ولا تنسوا اللايك. سنبدأ بوضع اللبن الزبادي في طنجرة على نار متوسطة. نضيف البيضة ونحرك جيدا حتى تمتزج البيضة مع الزبادي، ثم نضيف الدقيق ونحرك جيدا حتى يختفي الدقيق لمدة 5 دقائق تقريبا، ثم نبدأ بإضافة الماء بالتدريج مع استمرار التحريك لمدة 10 دقائق، ثم نضيف الشعرية، نحرك ونغطي الطنجرة ونخفض النار ونترك اللبن حتى يسخن، ثم نبهر الشوربة بالملح ونحرك. في نفس الوقت في مقلاة سنعمل تقلية النعناع المجفف بوضع الزبدة وننتظر حتى ذوبانها، ثم نضيف النعناع المجفف ونحرك حتى تغلي الزبدة وتمتزج نكهتها مع النعناع المجفف. ستستغرق تقريبا 2 دقيقة. نضع تقلية النعناع في شوربة اللبن ونأخذ المتبقي في المقلاة بوضع اللبن وإرجاعه مرة أخرى. لاحظوا القوام الخفيف للشوربة. ننتظر حتى غليانها. يمكنكم طبعا إضافة الفلفل الأبيض أو الثوم البودر لمزيد من النكهة. نحرك. بعد الغليان نطفئ النار ونضع الشوربة في صحن التقديم. لاحظوا القوام واللون الرائع. أنصحكم بتجربة الشوربة في أقرب وقت، فمكوناتها بسيطة بدون أي تعقيدات أو مكونات كثيرة، ولن تأخذ من وقتكم سوى 20 دقيقة تقريبا. فشوربة اللبن التركية تتميز برائحة وطعم رائعان، وهي مناسبة مع جميع أكلاتكم المفضلة. يمكنكم مراجعة المقادير والطريقة بالكامل في صندوق الوصف في أسفل الفيديو، والتعرف على المزيد من وصفاتنا الرائعة الظاهرة أمامكم على الشاشة. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك. شكرا لمشاهدتكم، وانتظروني في فيديوهات جديدة.